موسى بن نصير هو واحد من القادة الفاتحين المشهورين جدا في التاريخ الإسلامي. فموسى بن نصير هو اللي فتح شمال أفريقيا وبلاد الأندلس، وكان تحت قيادة موسى بن نصير واحد من أفضل وأمهر القادة في التاريخ الإسلامي، وهو كان القائد المباشر اللي فتح بلاد الأندلس. كان اسمه طارق ابن زياد. طارق ابن زياد كان هو القائد المباشر في فتح بلاد الأندلس، وهو اللي حارب القوط الغربيين في بلاد الأندلس وانتصر عليهم في معركة من أشهر معارك الأندلس. المعركة دي أطلق عليها اسم معركة وادي برباط، وفي المعركة دي طارق ابن زياد قدر ينتصر بعدد قليل جدا من الجيش الإسلامي على الجيش الكبير جدا بتاع القوط الغربيين. لكن قبل ما نتكلم عن الفتح ومعركة وادي برباط لازم الأول نتكلم ونعرف حال الشمال الأفريقي، الشمال الأفريقي الملاصق لبلاد الأندلس. لازم نعرف ايه كان الوضع والحال في المنطقة دي. كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان تاريخ الأندلس عبارة عن 800 سنة، 800 سنة من التاريخ الإسلامي. أول فترة من فترات تاريخ الأندلس بيطلق عليها عهد الفتح الإسلامي، وهي دي إن شاء الله هتكون موضوعنا في فيديو النهاردة. بلاد الشمال الافريقي بلاد كبيره جدا وواسعه جدا، والفتح الاسلامي لشمال افريقيا استمر فتره كبيره جدا وصلت ل 70 سنه، 70 سنه من محاولات الفتح وتثبيت الحكم الاسلامي في شمال افريقيا. تم فتح الشمال الافريقي اول مره سنه 23 هجريا، لكن دايما سكان الشمال الافريقي كانوا بيرتدوا عن الاسلام. كل مره بيحصل فيها فتح للشمال الافريقي بيرجعوا تاني يرتدوا عن الاسلام. كان بيعيش وبيسكن في شمال افريقيا قبائل كبيره جدا وضخمه جدا اسمهم قبائل البربر. قبائل البربر دول كانوا دايما بيخشوا الاسلام ويرجعوا تاني يرتدوا عنه، وكان دايما بيحصل بين قبائل البربر والجيش الاسلامي حروب وجولات وصولات كتيره جدا، فكانوا دايما يخشوا الاسلام وبعد كده يرجعوا يرتدوا ويحاربوا تاني المسلمين، لحد ما استقر الحكم الاسلامي في شمال افريقيا سنه 85 او 86 هجريا عن طريق القائد المجاهد الورع التقي موسى بن نصير رحمه الله، واللي قدر يثبت اقدام الاسلام والمسلمين في المناطق الكبيره الواسعه جدا من الشمال الافريقي. والسؤال هنا، مين هو موسى بن نصير؟ موسى بن نصير رحمه الله هو واحد من التابعين، واللي روى بعض الاحاديث عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ابوه كان اسمه نصير، ونصير ده كان غلام نصراني تم أسره في موقعة عين التمر، وكان قائد جيش المسلمين في موقعة عين التمر هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. نصير ده كان غلام نصراني بيتعلم الإنجيل والدراسات النصرانية في كنيسة من الكنايس، وبعد ما تم أسره في موقعة عين التمر المسلمين عرضوا عليه الإسلام، ولما اتكلموا معاه وعلموه عن الإسلام أعجب بالإسلام جدا وقرر بكامل إرادته إن هو يخش الإسلام. وفي نفس الفترة والمكان كان بيعيش واحد تاني اسمه سيرين. سيرين ده هو أبو محمد بن سيرين التابعي المشهور. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فلو فضل نصير ده غلام نصراني بيتعلم النصرانية، كان فضل طول عمره عايش في كنيسة من الكنايس بيتعلم النصرانية، وكبر بقى راهب من الرهبان، وبعد كده مات ومحدش عارف عنه أي حاجة في التاريخ. لكن سبحان الله بعد دخوله الإسلام سيرته لسه موجودة لحد النهاردة وهتفضل موجودة لحد يوم القيامة بإذن الله. فبعد وفاة سيدنا خالد بن الوليد بسنين تم فتح الشمال الأفريقي وتم فتح بلاد الأندلس عن طريق موسى بن نصير. فبإذن الله سيدنا خالد بن الوليد هيكون مشارك في أجر فتح شمال أفريقيا وفتح بلاد الأندلس، لأن هو كان سبب الرئيسي في إن نصير يخش الإسلام، وبعد كده ابنه موسى بن نصير يفتح الشمال الافريقي ويفتح بلاد الاندلس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. نصير ده لما دخل الاسلام بدا يتعلم ويتثقف في الاسلام لحد ما بقى عالم كبير جدا ومجاهد من المجاهدين، وكان واحد من افضل القاده واقواهم. فضل يترقى في الجيش الاسلامي لحد ما في عهد الدوله الامويه اصبح قائد جيوش معاويه بن ابي سفيان، وتولى قياده الجيش لمده سنين طويله جدا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى توفاه. ربنا سبحانه وتعالى رزق نصير بغلام وسماه موسى. موسى بن نصير اتربى في قصر الخلافه مع الامراء واولاد الخلفاء. ربى موسى بن نصير رحمه الله على الدين ونشر الاسلام والجهاد في سبيل الله. ومع مرور السنين موسى بن نصير بدا يكبر ويترقى في المناصب لحد ما اصبح قائد جيوش الامويين في مصر، وكان في الوقت ده الوالي على مصر هو عبد العزيز بن مروان اخو عبد الملك بن مروان. بعد كده موسى بن نصير اصبح والي على شمال افريقيا بالكامل سنه 85 هجريا. وموسى بن نصير رحمه الله هو اللي كان ليه دور كبير جدا في تثبيت اقدام المسلمين في الشمال الافريقي بعد ما كانوا كل شويه بيرتدوا عن الاسلام. فاتح شمال افريقيا هو عقبه بن نافع، واحد من افضل واشجع القاده في التاريخ الاسلامي. والغريب والعجيب ان عقبه بن نافع بعد ما فتح شمال افريقيا تم اغتياله على ايد البربر، على ايد سكان شمال افريقيا. عقبه بن نافع تم اغتياله في القيروان اللي هي كانت عاصمه الشمال الافريقي في الوقت ده، وهو راجع من المغرب الاقصى. وهنا جه دور موسى بن نصير، كان عايز يعرف ايه الاسباب اللي بتخلي قبائل البربر كل شويه بيرتدوا عن الاسلام. وبعد البحث والدراسة موسى بن نصير قدر يوصل لسببين أو خطأين رئيسيين هما اللي بيخلوا قبائل البربر كل شوية يخشوا الإسلام وبعد كده يرجعوا يرتدوا تاني. أول سبب إن عقبة بن نافع والقادة المسلمين اللي كانوا بيفتحوا شمال أفريقيا كانوا دايما بيفتحوا بسرعة جدا، فكانوا دايما بيفتحوا المنطقة ويجروا يخشوا على المنطقة اللي بعدها من غير ما يتأكدوا إن هم ثبتوا الإسلام ويحموا ظهرهم قبل ما يخشوا على المنطقة اللي بعدها. فبالتالي مجرد ما كانوا يعدوا منطقة كان المنطقة اللي هم فيها بيرتدوا عن الإسلام ويبدأوا يحاربوهم من ظهرهم.
فموسى بن نصير رحمه الله اتعلم من الخطأ ده وبدأ يفتح البلاد في هدوء وحذر شديد جدا، وقبل ما ياخد خطوة ويتوغل على البلد اللي بعدها كان بيتأكد ان هو ثبت اقدامه في البلد الاولانية. واستمر موسى بن نصير على الطريقة دي، كان دايما ياخد خطوة وبعد كده يأمن ظهره وبعد كده ياخد خطوة تانية، واستمر الوضع على كده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بفتح الشمال الافريقي بالكامل. وعلى الرغم من ان عقبة بن نافع قدر يفتح شمال افريقيا في شهور قليلة جدا، الا ان موسى بن نصير كان بيفتح بحذر وهدوء شديد جدا، فقدر رحمه الله ان هو يفتح الشمال الافريقي بالكامل في 6 أو 7 سنين. وفي خلال المده دي قدر يثبت اقدام الاسلام في الشمال الافريقي بالكامل، ومن بعدها ما حصلش اي ارتداد في الشمال الافريقي لحد النهارده. يبقى الخطا الاول اللي كان بيقع فيه عقبه بن نافع والقاده اللي معاه ان هم كانوا بيفتحوا الشمال الافريقي بسرعه جدا وما كانوش بيستنوا ان هم يامنوا ظهرهم. الخطا الثاني ان قبائل البربر ما كانوش بيتعلموا حاجه عن الاسلام، ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاسلام اصلا. فموسى بن نصير رحمه الله بدا يعلم قبائل البربر الاسلام، طلب من التابعين اللي عايشين في الحجاز وبلاد الشام ان هم يجوا شمال افريقيا ويعلموا البربر الاسلام، وبالتالي سكان شمال افريقيا اتعلموا الاسلام وحبوه جدا ودخلوا في دين الله افواجا. وفضل موسى بن نصير والتابعين اللي معاه يعلموا البربر الاسلام في صبر واناء شديد جدا لحد ما استقر الاسلام في الشمال الافريقي، واصبح البربر وسكان شمال افريقيا هم جند الاسلام واهله. وبعد ما موسى بن نصير قدر يثبت اقدام الاسلام في الشمال الافريقي بالكامل، فكر في قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. والبلاد المجاوره لشمال افريقيا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هي بلاد الاندلس، فبالتالي موسى بن نصير ايقن ان الخطوه اللي جايه هي فتح بلاد الاندلس. في الوقت ده كان موسى بن نصير قدر يفتح الشمال الافريقي بالكامل ما عدا ميناء صغير جدا بيطل على البحر المتوسط. الميناء ده كان اسمه ميناء سبته، وميناء سبته ده هو واحد من المدن اللي بتقع على مضيق جبل طارق، ومضيق جبل طارق ده هو اللي بيفصل بين بلاد المغرب وبلاد الاندلس. اقل عرض المضيق جبل طارق هو 13 كيلو، وبيوصل في بعض المناطق ل 37 كيلو. بيقع على مضيق جبل طارق ميناءين مشهورين، ميناء طنجة وميناء سبته. ميناء طنجة كان تحت الحكم الإسلامي، وكان والي ميناء طنجة هو واحد من أفضل القادة في التاريخ الإسلامي، كان القائد المباشر اللي فتح بلاد الأندلس بعد كده، كان اسمه طارق ابن زياد. لكن ميناء سبته ما كانش تم فتحه، وكان بيحكمه قائد نصراني اسمه جوليان أو يوليان. وطارق ابن زياد ده أصلا من البربر، من سكان شمال أفريقيا الأصليين، يعني ما كانش من العرب رحمة الله عليه. ويمكن لما بيجي في دماغنا سيره البربر بنفتكر ان هم شعوب متخلفه بشرتهم سودة وشبه الذنوب، لكن الحقيقه مش كده خالص. البربر من الشعوب الجميله جدا، بشرتهم بيضة وعينيهم زرقاء وكمان شعرهم اشقر. وبعض المحللين بيقولوا ان اصلا البربر دول من اصول اوروبيه لان هم شبه الاوروبيين جدا. طارق بن زياد رحمه الله كان ضخم الجثه، كان جسمه ضخم وكبير جدا، وكانت عينيه زرقاء وكان شعره اشقر. ففي وقتنا الحالي لو واحد بالمواصفات دي كان زمانه شغال ممثل في هوليود، لكن سبحان الله هيئته ووصفه الجميل ده ما وقفش قدام جهاده في سبيل الله، وكان واحد من افضل واشجع واتقى القاده في الفتره دي. وبشكل عام فكره فتح بلاد الاندلس ما كانتش فكره جديده، ما كانتش فكره جديده جابها موسى بن نصير، لكن فكره فتح بلاد الاندلس هي فكره قديمه جدا من عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. في عهد سيدنا عثمان بن عفان المسلمين ما كانوش قادرين يفتحوا القسطنطينيه، كانت مدينه صعبه جدا ومحصنه جدا. وفي الوقت ده سيدنا عثمان بن عفان قال ان القسطنطينيه تتفتح من جهه الغرب مش من جهه الشرق. فسيدنا عثمان بن عفان فكر ان هو يفتح الشمال الافريقي بالكامل ويخش بلاد الاندلس، وبعد كده يفتح كل اوروبا لحد ما يوصل عند القسطنطينيه من جهه الغرب ويفتحها. فسيدنا عثمان بن عفان كان بيقول ان اللي هيفتحوا شمال افريقيا وهيفتحوا بلاد الاندلس هيكونوا شركاء في فتح القسطنطينيه بعد كده باذن الله في الاجر والثواب. ففكره فتح بلاد الاندلس كانت فكره قديمه جدا بتراود المسلمين من ايام عهد سيدنا عثمان بن عفان رحمه الله عليه، لكن المسلمين لحد الفتره دي من التاريخ ما كانوش قدروا يفتحوا الشمال الافريقي وبالتالي يفتحوا بلاد الاندلس. وما حصلش الفتح وتثبيت اقدام المسلمين في الشمال الافريقي الا في عهد موسى بن نصير رحمه الله في عهد الدوله الامويه. طيب ايه هي العقبات اللي وقفت قدام موسى بن نصير في فتح بلاد الاندلس؟ موسى بن نصير رحمه الله كان قدامه 6 عقبات او 6 مشاكل لازم يحلهم عشان يقدر يفتح بلاد الاندلس. المشكله الاولى ان اقل مسافه بين المغرب وبلاد الاندلس حوالي 13 كيلو في البحر، والمسلمين اصلا ما كانش عندهم سفن يركبوها ويعبروا بيها المسافه الكبيره دي، ومعظم الفتوحات الاسلاميه اصلا كانت فتوحات بريه باستثناء بعض المواقع زي ذات الصواري وفتح قبرص. فالمسلمين ما كانش عندهم السفن الضخمه اللي تحمل جيش وتعبر بيهم مضيق جبل طارق في الوقت ده. المشكله الثانيه ان كان في بعض الجزر اللي موجوده في البحر المتوسط شرق الاندلس، الجزر دي كان اسمها جزر البليار، وجزر البليار كان بيحكمهم النصارى، فما كانش ينفع ان موسى بن نصير ياخد الخطوه يخش بلاد الاندلس الا لما يكون فتح جزر البليار الاول، لان موسى بن نصير كان دايما بيبقى حريص جدا ان هو يحمي ظهره، فكان خايف ان هو يخش بلاد الاندلس وظهره يبقى مكشوف لجزر البليار. المشكله الثالثه ان ميناء سبته كان لسه المسلمين ما قدروش يفتحوه،
كان بيحكمه واحد من النصارى كان اسمه جوليان او يوليان. فبرضه ما كانش ينفع ان موسى بن نصير يخش بلاد الاندلس من غير ما يامن ظهره، من غير ما يفتح ميناء ثابته، على الرغم من ان جوليان ده ما كانش على وفاق مع حاكم بلاد الاندلس في الوقت ده. لكن موسى بن نصير كان قلقان ان هو يخش بلاد الاندلس وبعد كده يحصل اتفاق بين حاكم بلاد الاندلس وبين جوليان، لان هما الاثنين نصارى، يتفقوا هما الاثنين على المسلمين. يوليان ده كان على علاقه طيبه بالحاكم الاسبق للاندلس. الحاكم الاسبق ده كان اسمه غيطشه، وغيطشه ده حصل عليه انقلاب ومسك حكم بلاد الاندلس واحد اسمه رودريكو، لكن المسلمين كانوا بيسموه لوذريق. فرودريكو او لوذريق ده كان هو اللي بيحكم الاندلس في الوقت ده. فيوليان حاكم ثابته كان بيكره لوذريق جدا لان هو انقلب على غيطشه. المشكله الرابعه ان قوات الجيش الاسلامي كانوا قليلين جدا ومحدودين جدا، وكانوا منتشرين في كل الشمال الافريقي بالكامل ومش متمركزين في منطقه واحده. فما كانش ينفع ان موسى بن نصير يلم كل الجيش الاسلامي ويجمعهم عشان يخشوا بلاد الاندلس ويسيب كل الشمال الافريقي من غير حمايه، وبالتالي يرجع تاني الشمال الافريقي يرتد عن الاسلام. ده غير ان اصلا عددهم كان قليل، فما كانش ينفع بالعدد القليل ده ان هو يخش بلاد الاندلس ويفتحها. المشكله الخامسه ان بلاد الاندلس في الوقت ده كانت تحت حكم النصارى من القوط الغربيين، وكان عندهم جيش قوي وضخم جدا تحت قياده لوذريق. ولوذريق ده كان حاكم قوي جدا وشرس ومتكبر، وجيشه كان كبير جدا، وبلاد الاندلس كانت مليانه قلاع وحصون كتيره جدا. المشكله السادسه اللي واجهت موسى بن نصير ان بلاد الاندلس هي بلاد غريبه عن المسلمين. المسلمين عمرهم ما دخلوها ولا يعرفوا اي حاجه عن الطبيعه الجغرافيه بتاعتها، وكان في الوقت ده الكلام اللي بيتقال والمشهور عن بلاد الاندلس ان هي بلاد صعبه جدا وضخمه جدا، وان هي مليانه بالجبال والمرتفعات اللي الجيش صعب جدا يمشي فيها ويتوغل فيها. والجيوش في الوقت ده كانوا بينقلوا المعدات والاسلحه بتاعتهم عن طريق الخيول والحمير، فكان صعب جدا ان الخيول والحمير يتجولوا ويمشوا في الجبال والمرتفعات دي. ده غير كمان ان بلاد الاندلس مليانه انهار ومحيطات، فكل دي معوقات صعبه جدا هتخلي حركه الجيوش صعبه جدا في بلاد الاندلس. وبكده يبقى عرفنا ان موسى بن نصير كان قدامه 6 عقبات لازم يحلهم ويتغلب عليهم قبل ما ياخد القرار ويفتح بلاد الاندلس. فايه اللي عمله موسى بن نصير عشان يتغلب على كل العقبات دي ويقدر يفتح بلاد الاندلس؟ ده ان شاء الله هيكون موضوعنا في الفيديوهات اللي جايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فيا رب تكونوا استفدتوا بالمعلومات دي واستمتعتوا بيها. الفيديو ده هو جزء من اجزاء سلسله الاندلس من الفتح للسقوط. السلسله هتظهر معاك في حرف الاي اللي موجود فوق. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وما تنساش تدعمنا باللايك والكومنت والشير، لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. واهم حاجه ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه بالنصر والتمكين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.